يا صباح الفل على احلى فانز في الدنيا. هنعمل كيكة البرتقال بطريقة سهلة وغير معقدة ولذيذة وما فيهاش اي تكاليف خالص. مبدئيا كده جبنا كوبايتين الا ربع من الدقيق. تمام، واحدة واحدة عشان نركز مع بعضينا. نظبط مقاديرنا. دي فانيليا ربع معلقة، ونص او يعني حب عبارة عن 3 أو 4 معالق من الزيت. بشر برتقانتين، 3 بيضات، ونص كوباية من الزبدة بحرارة الغرفة، وكيك شيف طبعا. ومعانا برتقان، انا عملت شوية، كان عندي شوية مرندة خلطت عليهم عصير برتقان فريش، وبيدي طعم معزز ونكهة جميلة جدا 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 في البرتقان المرندة. مبدئيا جبت خلاط، مفيش اي افتكاسة في الموضوع، خلاط وحطيت فيه الزيت والزبدة والسكر. معلش نسيت احطه طبعا او اضيفه مع المكونات. والسكر كوباية، عيار كوب. ماشي، انا هنا ضربت ال3 بيضات والفانيليا ضفتها. السكر اللي نسيت اقوله مع المقادير، معلش. السكر عبارة عن كوب كامل من السكر. اللي عايز يقلل حسب يعني حسب المذاق براحته، بس انا بحب احط كوب سكر لان اولادي بيحبوها مسكرة، الكيكة عامة. ضربتهم كويس في الخلاط ضرب مبرح، يعني نطول عليها شوية لحد ما يفتح لونها. وبعدين جبت معزز طعم او معزز نكهة اللي هو برتقان تانج، معلقتين كبار، عشان يديني نكهة وعشان يديني لون حلو جدا. طبعا في كيكة البرتقان بيدي طعم تاني. اتضربت اهي واصفرت وبقت جميلة جدا. جبت بشر البرتقان على الدقيق، ذرة ملح، وكيس الكيك شيف، وخلطتهم كده كويس. ادمجهم كويس خالص في الدقيق عشان الطعم كله يتوزع بتاع البشر البرتقان. وحطيته وحطيت الخلاط اللي ضربته في الخلاط، حطيته كله على الدقيق. انا حطيت ليه هنا بشر البرتقان على صحيح على الدقيق علشان يعزز الطعم اكتر واكتر واكتر. تحسوا نفسكم بتاكلوا مش كيكة، برتقان حرفيا. وقلبتها كويس، دمجتها في الدقيق كويس كده لحد ما اتأكدت ان الدقيق اختفى. مش مهم هيكتل، مش مهم، هنجيب المضرب الكهربائي ونضربه كويس لحد ما ينعم وتتشال كل الكتل ويفتح لونه. شايفين النتيجة بالظبط كده؟ هو ده المطلوب. بعد كده هجيب قالب سيليكون، انا كان عندي قالب سيليكون شكل الوردة كده حلو ولذيذ. حطيت تحته مية وفي الفرن، وحطيت وزاد شوية حطيتهم في قالب. وطبعا نخش على الصوص، عبارة عن معزز نكهة اللي هو تانج، وفانيليا وزبدة. وهنزود شوية مية ومعلقة أو معلقتين كبار من الجبنة الكريمي. والسكر طبعا معلقة، كوباية كبيرة زي ما انتوا شايفين، كوباية سكر بودر عليها الزبدة. وضربتهم كده. بزود المية وال... ومعزز النكهة اللي هو التانك والفانيليا، وضربتهم كويس خالص. والجبنة الكريمي طبعا زي ما انتوا شايفين ضربتهم لحد ما بقيوا صوص حرفيا، اللي هو مش مكتل، حلو وجميل، والريحة والطعم يا لهوي في حتة تانية. شلتهم على جنب. وجبت بعد ما الصينية استوت اهي، ودخلت طبعا سكينة غرستها من جوه علشان اعرف السوا. خدت مني ساعة الا ربع حرفيا في الفرن، ساعة الا ربع، لانها بتطول علشان ده قالب سيليكون مش قالب عادي. طبعا مية البخار بتاخد وقت. هاجي اقلبها بكل سهولة، بتتقلب معايا جدا، يعني مش عايزة اوصف لكم سهلة ازاي. طالعة من الفرن مفحفحة، والريحة يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جماعة. برتقان حرفيا تاكلوا قطعة جاتو برتقان، مش قطعة كيك برتقان عادي، جاتو برتقان يا جماعة. قالب ده اهو. الوش اللي اتعمل ده مش مشكلة على فكرة، هو نظبطه احنا بالسكين عادي خالص، شايفينه. انا قعدت اكل فيه يعني. ما خليتش طبعا، يعني مش عايزه اقول لكم، رائع 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 حرفيا يعني. طبقة جميلة جدا، كلتها الحمد لله الف هنا. وبعدين قلبت القالب بالشكل ده، وقسقتها بقى بالصوص. يا ريت تبرد، يعني يا ريت نسيبها تبرد شوية، ربع ساعة مثلا.
لو الدنيا شتا مش هتاخد اقل من 10 دقايق تكون بردت. وعملت الصوص كويس ورحت حاطه فوقيه جوز هند. انا اولادي بيموتوا بيموتوا في الجوز الهند، في اي حاجه بيحبوا جوز الهند وبينقوه نقاوه كده. فبتدي طعم جميل جدا جوز الهند على فكره في البرتقال، في كيكه البرتقال. شايفين يا لهوي الهشاشه والطعامه والخفه. وبصوا مش عايزه اقول لكم زبده زبده زبده، انتوا مش بتاكلوها، انتوا بتاكلوا كيكه زبده مزبده حرفيا. هتدمنوها. كل ما يكون عندكم برتقال هتجروا على المطبخ تعملوها، سهله خفيفه وسهله وسريعه ولذيذه جدا. صوص البرتقال كمان يا جماعه بيعزز نكهه الكيك، بيخليها والله والله ولا احلى حلواني. شايفين جمال؟ قوليلي